دقيقة كلام فلسفة. الفيلسوف فريد دريتسكي سنة 1971 طرح نظرية الأسباب القاطعة Conclusive Reasons، واللي هيفرض فيها الآتي: الفرضية س مؤهلة لأنها تكون معرفة إذا كانت فرضية صحيحة الشخص صاد صاحب الفرضية بيعتقد فيها، لو س صحيحة إذا صاد هيعتقد فيها، لو س غير صحيحة صاد مش هيعتقد فيها. الشروط الأربعة دي صممها دريتسكي علشان يتلافى مشكلة السببية اللي كانت في نظرية جولدمان، لكن في الحقيقة إن النظرية دي ما حلتش المشكلة، لأن الأشخاص ما زالوا بيكونوا الاعتقادات الخاطئة على أي حال. ده غير إن النظرية رفعت الحد الأدنى للي ممكن نعتبره معرفة، فأصبح من الصعب تكوين أي معرفة بالمرة. نظرية السياق Contextualism دي نظرية جديدة هيطرحها دريتسكي علشان يعالج مشكلة النظرية الأولى بتاعته. هيقول فيها إن الفرضية س مش محتاجة أسباب قاطعة عشان تتحول لمعرفة، لكنها محتاج أسباب جيدة تنفي بيها أي فرضيات تانية مضادة. بس ازاي هنقدر نحدد الفرضيات المضادة دي؟ وعلى اي اساس هنقدر نقول انها مضادة علشان نلغيها؟ يعني مثلا في مثال المدير، ازاي المدير هيقدر يثبت ان علي مش فعلا صاحب العربية الجديدة؟ وايه نوع الحجج اللي ممكن يستخدمها علشان ينفي الحجج المضادة؟ هنا دريتسكي هيقول ان ده هيتحدد بناء على السياق كونتكست اللي هتظهر فيه تحديات او فرضيات مضادة. دريتسكي هيضرب مثال عشان يوضح فكرته، فهيقول ان في حديقة حيوان واقف فيها قدام قفص حمار وحشي، هيشوف الحمار المخطط فهيكون معرفة ان ده حمار وحشي. دلوقتي هيجي طفل ويسأله: ازاي عرفت ان ده حمار وحشي مش مجرد حمار عادي ومخططينه؟ دريتسكي هيقول انه قبل ما يتسأل السؤال ده لازم يسأل نفسه هل يقدر يفرق بين الحمار الوحشي والحمار العادي المخطط، وساعتها بناء على سياق الكلام يقدر يطرح اسبابه اللي تنفي نظرية الولد وان ده مش مجرد حمار عادي ملونينه. المشكلة هل فعلا دريتسكي يقدر يحدد ده من مجرد الرؤية من بره القفص؟ غالبا لا. النقد الموجه للنظرية دي بيقول ان من الواضح ان كل ما تكون ادق وتتبع دريتسكي في تكوين معرفتك كل ما هيكون عندك معرفة اقل، لانك هتبقى متردد في انك تخلي اي اعتقاد معرفة قبل ما تفكر في كل التحديات اللي ممكن تقابل المعرفة دي.